يعني حابب ان انا اشكركم اللي انتوا يعني على المجهود اللي انتوا عملتوه طبعا مع مريم. هي مريم من الشخصيات يعني ايه، يعني الصعب حد يسيطر عليها شويه او حد يقنعها بالفكر بتاعه. هي ليها دماغ مختلفه شويه. ف فدي نقطة كانت يعني احنا كنا في الأول قعدنا فترة عشان نقنعها اللي هي تحضر معاكم والقصة دي مامتها يعني. بس الحمد لله قدرت الفترة يعني حضراتكم يعني طلعتوا فيها المميزات. هي بدأت تحس بالمميزات بتاعتها، اللي هي عندها قدرة على القيادة، قدرة على الكلام، تعرف تخطط كويس. الحاجات دي يعني بدأت تظهر معاها حتى مع أصحابها كمان في الفترة اللي فاتت. وفي نفس الوقت برضه هي بدأت الحفاظ على النفس او الستر شويه. هي بدات شويه الحمد لله يعني ايه تهتم بلبسها شويه، تلبس شويه ما بتحبش تلبس الوقت حاجات بنص كم او كده، بقى بتلبس حاجه طويله ويعني هي في يعني هي بدأ الوعي الديني عندها شويه يبقى بتتقبل الكلام فيه. فدي نقطه الحمد لله يعني ان شاء الله تكلل بالنجاح. حابب اشكركم ومجهودكم بصراحه، وربنا يوفقكم ان شاء الله للخير ويقدركم ان شاء الله. اه لا، جودي ده برضو يعني انا ده التيكون الصغير يعني، ده حاجه كده لطيفه يعني. جودي برضو بصراحه يعني انا كنت جودي كانت انا حاسس اللي جواها بركان، بس هي ما بتقولش، بس هي بتتكسف شويه. فالحمد لله انتوا حضراتكم برضو طلعتوا قدرتوا تخلوها تتكلم. لان جودي من النوع اللي بتتكسف جدا. ممكن كان عندها افكار جديده وعندها حاجات كتيره جواها، بس هي من النوع اللي ممكن بتتكسف تتكلم في العموم او تتكلم قدام الكاميرا او القصه دي كلها. بس الحمد لله طبعا لا، بقت كويسه، بقت جريئه وبدات تتكلم، بقى لها شخصيه تظهر. فالحمد لله يعني بقت كويسه جدا يعني الحمد لله. الوقت ده كمان صعب يعني، الوقت اللي احنا عايشين فيه ده محتاجين متابعه، ولازم نبقى معاهم يعني لحد ما نوصلهم لبر الامان، يبقى يقدر ياخد القرار بتاعه اذا كان صح بقى او يعني. بس نقدر نقف معاه في الفتره الحرجه شويه دي يعني. صحيح، ناخد بالأسباب بس في الفترة دي. بالظبط بالظبط. بشكرك جدا. هو في حاجات كتير قوي اتغيرت. الاول انا ما كنتش بحب اتعامل مع الناس وبتاع، دلوقتي بقيت لا عادي واتعامل. وايه طبعا علاقتي كانت مع ناس كتير وحشه، مش قوي يعني بس هو كده. ومثلا انا وماما كناش قريبين قوي، دلوقتي بقينا احكي لها كل حاجه، بقيت تحكي لي كل حاجه. ومثلا الناس عرفت بقى اميز مين الكويس ومين الوحش، ومين اللي لازم اقطع معاه ومين اللي ما اقطعش معاه، مين اللي هو في حاجة غلط. يعني مثلا الناس عارفة ساعات بيجي لي إحساس اللي هو ده في حاجة غلط ابعدي عنها، ساعات الإحساس ده بيطلع صح وبعدين بجد بتطلع وحشة وبتعمل حاجة ما تتوقعهاش خالص. فبعدين بقيت أسمع الفيلينج ده اللي هو خلاص دي وحشة ابعدي عنها، ما تقطعيش معاها بس برضو ما تقربيش منها قوي، ما تضمنيهاش in the future. واللي هو ما ثقش في حد حتى ولو مين، برضو في حدود ما بيني وما بين الناس، مش أي حد أقول له أي حاجة وكده. وإن هو طبعا هديت وعقلت، مش قوي يعني بس هديت وعقلت برضو. بس كده. إحساسك إيه يا مريم في آخر يوم؟ بجد هو انا في الاول ما كنتش عايزه اخش التدريب، بس دلوقتي بجد يعني من احسن حضرتك يا مس، من احسن الناس اللي اتعاملت معاها وكده. بتدينا الشعور اللي هو نثق فيكي، عارفه يا مس الشعور اللي هو انا هحكي لك كل حاجه خلاص كده. بجد حياتي. بتريحي الواحد يا مس كده. واللي هو يعني في ناس كده يا مس عارفه بيخشوا القلب على طول، انت بس دخلتي القلب على طول كده. يا فبجد قلبي يعني انتي. الحمد لله ان احنا اتقابلنا وما قلتش لماما تلغي لي ودخلت الجزء الثالث ده الحمد لله يعني. يعني في الفيوتشر ما نقطعش، ولما اتجوز واخلف اتخرج من الجامعة واعجز وكل حاجة اكون لسه عارفاكي يا مس. يا ولما روح تغيري قلبي. رقمك تقعدي تقولي لي انا غيرت رقمي انا اهو، انا غيرت رقمي انا اهو عشان اعرف. حياتي يا مريم. علاقاتي مع الناس اتحسنت وبقيت اجتماعية أكتر، وبقعد أكلم أصحابي عن الكورسات. حتى لما أخدنا الكورس التاني كنت قاعدة أكلمهم عليه. هو أنا إحساسي وأنا زعلانة بس برضو مبسوطة إن أنا يعني باللي أنا يعني اتغيرت.